وهذه القضية هي نفس الشيء، قضية في إيطاليا، والنرويجيون الذين وعدوا في الانتخابات قالوا سنخرج ونطرد ملاك ريكار، قالوا خطر على الأمن النرويجي، وأنا هنا منذ 28 عاما، لا كذبت عليهم، لا سرقت أموالهم، لا هددت أحدا، لا هتكت عرض أحد، لا قابلت أحدا بدون أدب رغم الذين كانوا يشتمون، وعشت إمام مسجد ومؤلف كتب، قرأت أكثر من 5,000 كتاب خلال 40 سنة الأخيرة من شتى صنوف المعرفة، من الفلسفة والتاريخ والأديان إلى السياسة والأحزاب والتجمعات، وإلى ما يتعلق بعلم النفس والإدارة والمجتمعات وتغيير المجتمعات والثورات وتراجم الرجال وهكذا. وألفت أكثر من 70 كتابا. ومن الغريب إنني كتبت كتابا فقهيا من 14 مجلدا. المجلدات الأولى بطبيعة الحال حول الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا يساوي تقريبا 6 مجلدات. المخابرات النرويجية أخذت مسوداتها من السجون، وإلى اليوم لديهم منذ 6 سنوات هذه الكتب التي على العبادات. مع العلم أوجلان كتب كتابه وأخرجه وطبع وترجم ونشر في العالم، ومانديلا كتب كتبا داخل سجنه وأخرج الكتاب رسميا وطبع ونشر قبل أن يخرج هو من السجن. ومن الغريب أنهم ينتقدون نظامي تركيا وجنوب أفريقيا على اضطهاد الإنسان، وها هم يضطهدون، وها هم لا يرجعون إلى المسودات أو على الأقل كوبي المسودات، الاستنساخ، وهي كما قلت على هذه العبادات. وكتب أخرى أيضا كتبتها على العلم، لديهم أكثر من ربما 1200 1300 صفحة. ثم اختلاق القضايا، كنت في سجونهم، وكل شخص هنا ممكن أن يحصل على ثلثي الحكم ويخرج بعد انتهاء الثلثين، وأنا حرمت من الثلثين، كملت المدة كاملا، ثم أضافوا إليها سنة وشهر و13 يوما، فبقيت في السجن أكثر من 4 سنوات، والحكم بالأصل كان 18 شهرا، وهكذا زادوا عليه. ثم بعدها اختلقوا هذه القضية التي تسمى بقضية إيطاليا. اعتقالات شملت 8 دول أوروبية، واعتقل أكثر من 20 شخصا، ورتبت ملفات 26,000 ورقة حول قضية في إيطاليا. لا يوجد محامي يستطيع أن يقرأ هذا. من الذي يدفع؟ لا أحد. قالوا أنت الذي يجب أن تدفع. قلت وأنا من أين أدفع وأنا لا أستطيع العمل، وأنتم لا تسمحون لي ببيع مسوداتي، ببيع مقالاتي، لا تسمحون لي بالعمل، وأنا جئت عن طريق الأمم المتحدة، ثم ما فعلت شيئا يشينني في بلادكم، ولا هددت أحدا، وجرتموني من كل حق، ثم الآن تقولون نسلمك إلى إيطاليا. والقضية هناك 20,000 ورقة، وعينوا محامية هناك، امرأة، اتصلنا بها مع المحامي هنا، ومحامية هنا مستر ميلينغ، رجل نسأل الله له السلامة وأن يحميه، رجل 50 ساعة في قضية مجانا على أمواله على حسابه، وذهب وسافر إلى إيطاليا والتقى بالمحامية هناك ودفع 2000 دولار ليحصل على وثائق منها وعلى نفقتي الخاصة، لأنه منذ 17 عاما وهو يتابع قضيتي ويعرف أكاذيب السياسيين الذين اختلقوا هذه الأكاذيب ويقدموني إلى المحاكم. الآن يستحون أن يقدموني إلى المحاكم مرة أخرى، وبالمناسبة عمري أصبح 63 سنة، وإذا أدخل المحاكم هذه المرة فستكون المرة 63، والمجتمع لا يقبل مثل هذا. وأصحاب
القوانين أو أهل القانون في هذه البلاد والحقوقيون ضجروا وكتبوا، قالوا ما هذا؟ هل هذا يجري في بلدنا، بلد ديمقراطي، بلد مشهور بحقوق الإنسان، بلد النوبل، بلد مجتمع مفتوح على كل الأصناف، على الأفكار، على الاتجاهات، بلد شعبه مسالم مثقف، هل هذا يجري في بلادنا؟ نعم، هذا يجري في بلادكم. وهذه المرة اختلقوا هذه القضية، وسافر وزير عدلهم إلى هناك ليختلقوا هذه القضية، أن رجلا زارني من أصدقائي الذين يعيشون هنا، زارني في سجني وهو يزورني في بيتي أيضا، لنا صلة طيبة، ثم هو يعمل في نقل الأثاث، فاستأجروا لينقل أسرة إلى إيطاليا، فذهب إلى إيطاليا وذهب إلى بيت أحد الشباب هناك، فهنا رتبوا هذا اللقاء، قالوا أن هذا الرجل جاء إلى ملا كركار في سجني وأخذ التعليمات، ثم سافر إلى إيطاليا ليشكل هناك خلايا إرهابية ليختطفوا دبلوماسيين أجانب أو أوروبيين ليبادلوا بهم ملا كركار في سجني. وكلام باطل وسخيف. ثم يقول وهو يريد هدم النظام العلماني في بلاده أي في كردستان، وتركيب أو نصب الخلافة الإسلامية هناك، وهذا أسخف من البقية، لأن المسلمين يعرفون أن الخلافة نظام سياسي إسلامي يتعلق بحقوق المسلمين جميعا من أندونيسيا إلى المغرب. ثم بلادنا ما يوم من الأيام نحن تكلمنا على الخلافة الإسلامية في بلادي، ثم فرضنا لو قلنا هذا الكلام، هذا حقنا الطبيعي أن ننتمي إلى ديننا ونشكل على معتقدنا تجمعنا ونتحرك بتجمعنا طبق ديننا في بلادنا، ما هددنا أحدا ولا هاجمنا أحدا، بل نحن الضحية الذين أعطينا الشهداء إثر الشهداء أفواجا إثر أفواج بسبب العلمانية القذرة التي في بلادنا، في بلاد ميليشيا كردستان. هذه كلها تهم زائفة وباطلة، ثم يطالبون الآن. والغريب أن المحامية هناك بعد 5 أيام تبدأ أيام المحاكمة في يوم 7 من شهر شباط 2019، والمحامية لم يدفعوا لها مالا وتقول سأحضر المحكمة. كيف؟ هل رأينا من رجل غربي يحضر محاكمة لرجل آخر في بلاد أخرى ويدخل مجانا ويدافع عني مجانا، وهو لم يتصل بتليفون ولا سألني عن اسمي ولا سألتني يوم من الأيام هل صحيح أنت صاحب هذا الفكر، صاحب هذا الملف؟